السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا امام منزل الحاج رمضان. طبعا هو طبعا زي ما انتم شايفين كده عارض المنزل للبيع. وطبعا الراجل ان شاء الله يعني عرض الفدان واربع قراريط وعليهم منزل بسم الله ما شاء الله ومنشآت جوه. طبعا احنا هنا متواجدين في عزبة اهل الخير، السور كامل. وطبعا بطول احنا هنا في الناصية بتاعت العزبة. في عزبة اهل الخير في طبعا الكيلو 17، السور بسم الله ما شاء الله محافظة محاط اسماعيلية. طبعا هنا دخل بالفدان ايد والأربع نيل، جراريط. تمام، ماشي في الأرض العزبة. ملك عقد والعزبة أخضر، طبعا في وسط عزبة كده بسم الله ما عزبة شاء يعني الله مشهورة معروفة بأهلها بأهلها وناسها وناسها الطيبين. طيبين جدا جدا طبعا جدا. اسمها حتى طبعا عزبة أهل أهل الخير، الخير وهم ولكن الحاج فعلا أهل رمضان الخير بيبيع والإيمان لظروف والبركة. خاصة. وطبعا هو مصور على الإيه، طبعا على الحاج أبو الفدان رمضان والأربع بيبيع قراريط. لظروف خاصة، تمام، لظروف خاصة. وطبعا بيبيع، الله يضع عليها البركة في ماله وأولاده ويسترها معاهم يا رب. الأرض بسم الله ما شاء الله مزروعة بالمانجا والنخل والليمون، حاجة بسم الله ما شاء الله. الأرض طبعا أرض ملك وعقد أخضر يعني، وأرض من التربة، النوع التربة جيدة جدا جدا. بتشرب نيل. طبعا زي ما انتم شايفين ده بيت الكبير أو بيت العيلة. وهناك في بعض المعالف، يعني في هناك معالف تستوعب من البهايم يمكن تقريبا والله أعلم، على حد ما قال لي الباشمهندس رمضان 40 حتة بهايم، 40 حتة زائد الايه الأغنام وهكذا يعني. ولكن طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، طبعا طبعا هناك سور كامل زي ما انتم شايفين كده، سور كامل محاط بالفدان والأربع قراريط. وهنا بيت لأحد الشباب طبعا برضو على الناصية. ولكن أنا شايف إن البيت أو المكان ده يعني مكان استثماري، بمعنى اللي عايز يخش على المكان ده هيخش على إنه هيقطع الفدان والأربع قراريط في وسط العزبة. وطبعا المبلغ هناك هيكون متضاعف في الأرباح. طبعا الأسعار اللي حطها الحج وبيع بيها والله يعني أسعار خيالية جدا، وأسعار مرتاحة بالنسبة للسوق وبالنسبة للوضع. تمام، دي النص من هنا ومن هنا، سور كامل يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا ده بيت العيلة الكبير. فهو الموضوع انك انت مش عايز تسكن هنا، اللي عايز ياخد هي يعني ممكن اقول لك ممكن يهدي الكلام ده كله، ولكن هيحاسب على المنشآت اللي عليها. بس في المقابل يعني الموضوع يعني فاتح للاستثمار. يعني اي واحد عايز يسكن مفيش مشكلة يسكن على هذا الوضع، وهنا المعارف وهنا الدنيا بسم الله ما شاء الله، تمام. ولكن لو هو عايز يعني مثلا يقطع الارض الملك دي في وسط العزبة ويبدأ يقطعها ويبني عليها، فهي بسم الله ما شاء الله مشروع تجاري بسم الله ما شاء الله. اللي معاه امكانيات يدخل يا مرحب به. طبعا زي ما انتم شايفين كده هذه المعالف، ولكن تركت، ولكن يعني ممكن اي حد يرممها ويبدا يشتغل عليها تاني. معلف بسم الله ما شاء الله، معالف داخليه بسم الله ما شاء الله، بدل المعلف يمكن 2 أو 3 بهذا الشكل زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد، الله يحفظ المال لاصحابه ومية وبتاع بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، الله يضع البركة يا رب. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، مكان هادئ، مكان معروف بناسه وأهله الطيبين. أرض يعني في مكان استراتيجي بأمانة الله، وعليها صورة هادية مع نفسها، مع نفسك، كهرباء ومية ونور وشارع. صحيح هي على مدخل، تمام، ولكن يعني هو معروف كشارع، تمام. في محافظة إسماعيلية في أبو خليفة الكيلو 17، مدخل السلطة، تمام. ومعروف يعني المكان بفضل الله سبحانه وتعالى بناسه وأهله، مكان آمن، مكان بسم الله ما شاء الله كلها ناس محترمة. زي ما انتم شايفين الأرض كده، تمام، زيتون وفول سوداني. ويعني هو مش زرع كتير فول سوداني، ولكن زي ما انتم شايفين كده هو يعني ايه، حاجة بسيطة كده على الجناية. يعني أرض جودة عالية جدا، تمام. ولكن أبو الحاج برمضان يعني الله يكون في عونه، عمال يظبط فيها برضه زي كده يعني. الليمون حاجة بسم الله ما شاء الله، أبو الحاج برمضان بينظف كده. فهو المكان استثماري من الدرجة الأولى إذا تم تقطيعه وإنشاء بعض البيوت على هذا الفدان وإيه. ولهناك الأرض يعني أنا طبعا بالنسبة للأسعار هتكلم معاكم على الخاص، اللي عايز يكلمني على الخاص. مشروع استثماري ناجح 100% والله يا جماعة. يعني اللي عايز يسألني في الموضوع ده
ممكن اقول له الوضع واحد اتنين تلاته، ولكن بالنسبه للاسعار فهو الاسعار على التليفون ان شاء الله.